السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي احنا هنتكلم على ازاي نتعامل مع الارانب في فصل الصيف. احنا دلوقتي في فصل الصيف، طبعا عايزين نحافظ على الارانب بتاعتنا. اه طبعا احنا دايما المية تبقى عندهم على طول، بالليل او بالنهار مية تبقى ياما قدامهم. تاني حاجة ان احنا ما نحطش علف بالنهار خالص، طول النهار ما نحطش علف. طب هنعمل ايه؟ طب هياكلوا ايه بالنهار؟ احنا طول النهار من الساعة 9 الصبح كده لحد الساعة 9 بالليل مفيش علف. طب هنأكل ايه؟ هنأكل قش وبرسيم اهو ناشف، برسيم ناشف، ويفضلوا طول النهار كده ياكلوا حاجات زي كده او ما ياكلوش خالص. ونيجي بالليل نحط لهم العلف. التهوية طبعا لازم تبقى جامدة. عند الشبابيك اهي، شبابيك جامدة طول النهار، وبالليل بيبقى عليهم سلك. ممكن لو الجو بارد بالليل نقفل الشيش، لو الجو مش كويس يعني لو الجو حر هنفتح الشيش ونقفل السلك. طبعا المية بنحط فيها رافع للمناعة، طبعا عشان هما مش بيبقوا بياكلوا كتير، بياكلوا بالليل بس، فطبعا عايزين حاجة تقويهم. نحط فيتامينات ورافع للمناعة في المية. هنحط سيلينيوم. وطبعا في المية بحط لهم عسل. العسل بيضم كل حاجة، العسل الأسود. العسل الأسود فيه الفيتامينات وال ورافع المناعة، يعني مفيد جدا ليهم. فأنا بحط لهم في المية عسل عشان ما اجيبش أدوية بطارية خالص. هو ده رافع المناعة بتاعهم. ولو عوزت كل مثلا أسبوع أحط لهم شوية خل في المية عشان مضاد للسموم، يبقى 100 كده. واحنا كده اتكلمنا على التربية في الصيف. طبعا الارض ممكن احنا بص في الارض ممكن نرش مية في النهار كده في الارضية، عشان برضو نطري الجو شوية. دي مية انا رشاها بره، يعني مش عندهم، عشان برضو مش عايزة اطري الارضية عندهم. انا رشة بره بعيد عنهم، بس برضو بتطري عندهم. لو الجو حرر جامد ممكن نجيب مروحة، نحط مروحة في المكان عشان تهوي، يبقى فيه تهوية. لا إله إلا الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا دي الأرانب اللي كانت عندي، القطف اللي عندي أنا بعت الذكورة، ودول 3 نتي فسايباهم برضو عشان إحلال عندي، عشان أزود المشروع بتاعي. أنا كنت بادئة ب3 أرانب وذكر، والحمد لله بقى عندي ال3 دول كمان اهم، دول لسه معشروش. وعندي الحمد لله ال3 الحلال برضو من عندي اهم، دول عشر ال3، واحدة ولدت والتانية هتولد النهاردة ان شاء الله او بكرة. ودي لسه عشر، يعني بقالها 15 يوم عشر. والحمد لله الموضوع بتاع الأغاني كويس، وربنا يرزقنا الخير منه يا رب. وتابعوا معانا، وإن شاء الله كل جديد هنتكلم عليه. لو لقينا الدنيا حر شوية هنعمل ايه، لو ممكن نجيب تلج ونحطه في حته، نلفه في حتة قماشة ونحطه في السلاكة. ممكن نجيب جردل فيه مية بتلج برضو ونحطه هنا ونكب في الأرضية. بس بعيد برضو عن يعني مش تحت الأرانب، بعيد عن الأرانب، بحيث يطلع رطوبة في المكان بس ما يأذيش الأرانب. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.